في موضوع آخر، وفي ظل ما يحدث من محاولات لضرب العقيدة الإسلامية الصحيحة للجزائريين من طرف بعض الجماعات، يكمن دور الزوايا للتصدي لكل هذه الأفكار المتطرفة. وخير مثال زاوية الغوافلة ببلدية عين الحديد بتيارت في هذا التقرير لديار بن داود. هي آيات من كتاب الله ترتل من أحد الطلبة بزاوية الغوافلة ببلدية عين الحديد بتيار، زاوية ضاربة أعماقها بالتاريخ، ولا زالت تحتضن اليوم العشرات من الطلبة لحفظ كتاب الله وتعليمهم الدين الصحيح رغم كل الأفكار الهدامة والمتطرفة. الآن لها حوالي 6 قرون وهي تعلم القرآن الكريم، وتدعو إلى السلم والوحدة ووحدة الشباب، وتدعو إلى المصالحة في كل المناسبات. هذه لا يؤثر فيها أي تيار من التيارات التي ألبست الإسلام أو ألبست الدين الإسلامي رداء ليس رداءه. لولا دور الزوايا في الوقت الفرنسي ما بقي قرآن ولا بقي دين ولا بقيت ألفة بين المجتمع الإسلامي في الجزائر. فقد ظل شيوخ الزوايا يتصدون لكل الأفكار المتشددة ويحذرون منها في ظل ما يحصل من توغل بعض الجماعات الدخيلة كالأحمدية أو القاديانية التي تصدت لها مصالح الدرك الوطني وأطاحت برؤوسها بتيارة واتي سمسيل. ولذلك أن هذه الأحمدية تلتمس الدخول من باب الزوايا. وأنا أحذر إخواني وأحذر أصدقائي وممثلي الزوايا على مستوى الوطن أن يتخذوا هذه البطانة بطانة سوء وبطانة شر والعياذ بالله. طلب المولى سبحانه وتعالى أخيرا أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يصلح حال أبنائنا وحال الوطن تاعنا. فالزوايا المنتشرة عبر ربوع الوطن كولاية تيار تبقى بمثابة الحصن الحصين، تحمل في طياتها رسالة الوسطية التي لم تستطع فرنسا لأكثر من 130 سنة تغييرها، فما بالك بفرق دينية حادت عن طريق